السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون مختلف شوية علشان هنعمل فيه وصفة جديدة كده، هي عاملة ضجة اليومين دول وترند، يعني كل بيشكر فيه بيقول عليه ان هو حلو قوي. فاحنا النهاردة هنجرب الوصفة ونشوف تستاهل فعلا التجربة وتستاهل الضجة اللي هي عاملاها دي ولا لا، وما تستاهلش الضجة وما تستاهلش اي حاجة يعني ترند على الفاضي. هنشوف الطريقة دلوقتي هنعملها ازاي. هي بصراحة الطريقة سهلة قوي قوي قوي، هنعملها مع بعض دلوقتي ونشوف المكونات بتاعتها. واول حاجة عملتها حطيت شوية كده من الزيت، عليهم معلقة سمنة بلدي، وهسيبهم بقى لحد ما يسخنوا مع بعض. على ما يسخنوا مع بعض عندي بصلتين بقى كده مقطعوهم مكعبات صغيرة، وتقريبا السر في البصل الاحمر، يعني كل اللي عملها بيأكد ان هي تتعمل ببصل احمر مش بصل ابيض. فدينا دلوقتي هنجرب ونشوف تستاهل ولا ما تستاهلش. هسيب بقى البصل يتحمر كده في الزيت والسمنة كويس اوي لحد ما البصل ياخد معايا اللون الذهبي. تمام. واول ما البصل ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده كده، اول ما يوصل للون دوت هبتدي بقى انزل عليه يا باللحمه يا بالفراخ، هي بتتعمل يا بده يا بده. تمام. انا هعملها باللحمه، هنزل بقى كده بقطع اللحمه المتقطعه، وهشوح بقى اللحمه مع البصل كويس مع التوابل. والسر في الوصفه دي هي التوابل، يعني السر فيها هي التوابل. احنا ايه الترند اللي احنا بنعمله دوت، وايه الوصفة اللي احنا بنعملها النهاردة دي؟ احنا بنعمل كبسة الهام الشهيرة، يعني الكل دلوقتي بيتكلم عن كبسة الهام. فاحنا النهاردة بقى بنجربها ونشوف ان شاء الله يعني هتستاهل ولا لا. بعد ما نزلت بقى باللحمة كده على البصل بعد ما اتحمر هقلبهم مع بعض كويس قوي، وهنزل بقى بالتوابل. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من بهارات الكبسة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الشطه. وطبعا الشطه حسب الرغبه، هي يعني كل ما تزودي لها شطه كل ما هتبقى احلى، بس انا بصراحه ما كترت الشطه، حطيت معلقه صغيره. يبقى معلقه كبيره من البهارات الكبسه، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الشطه. وهحط بقى ايه دي البهارات اللي هي البهارات الناعمه. الله اكبر، الله اعظم، ولا عزة وجل لله. وبعد كده هننزل بقى بالبهارات الحصى، عباره عن عودين قرفه واتنين لومي وكم فص كده من حبهان وكم ورقة من اللوري. يبقى ورق لوري وقرفة ولومي وحبهان وواحدة مرقة، ودي اختيار يعني ممكن تحطيها وممكن تستغني عنها. هنشوح بقى التوابل مع البهارات، مع البهارات الحصى مع اللحمة مع البصل، كل ده هنشوحه مع بعض حلو قوي. وهننزل عليه كده بمعلقتين كبار من الصلصة. دي مختلفة شوية عن الكبسة العادية اللي احنا عارفينها، لان الكبسة اللي احنا عارفينها بيتحط فيها طماطم متقطعة، لكن دي بتتعمل بصلصة وبعصير طماطم. تمام. معلش فصلت بس عشان الاذان. شوحت بقى كده معلقتين الصلصة برضو مع التوابل واللحمة والبصل، ونزلت عليهم بطماطميتين بس مضروبين في الخلاط، يعني طماطميتين بس عملتهم عصير كده ونزلت بيهم. هغطي بقى الكلام ده وهسيبه ان هو يتسبك مع بعض شوية، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. على بقى ما الصلصة بتاعتي تتسبك شوية كده مع البصل واللحمة، هبتدي بقى ايه نعمل السلطة اللي بتتاكل جنبها. يعني هي بتتاكل معاها سلطة خضراء وسلطة خيار بالزبادي. احنا هنعمل الاتنين دلوقتي، ممكن تعملي سلطة دقوس لو عايزة براحتك، بس هي المتعارف بيها بتتاكل معاها السلطة الخضراء العادية جدا بتاعتنا. هقطع بقى خضار، جزر وخيار وفلفل وبصل وطماطم. هنقطع بقى الخضار بتاعنا كله بالشكل ده كده، يعني عادي، يعني هنعمل سلطة عادية جدا زي اي سلطة. في اخر الفيديو بقى هقول لكم هي تستاهل التجربة ولا ما تستاهلش التجربة، وفعلا حلوة ولذيذة كده ولا هو ترند على الفاضي.
انا قطعت جزر وخيار وطماطم وخضرة وفلفل وبصل. الخضار اللي كان موجود عندي عملت بيه السلطة. ممكن تعملي السلطة بالخضار اللي انت عايزاه، ممكن تعمليها بطماطم وخيار وفلفل بس، ممكن تعمليها بخيار وطماطم بس. السلطة زي ما بتحبي تاكليها تقدري ان انت تعمليها. على ما هقطع بقى السلطة بتاعتي وبهرها كده واظبطها، هتكون عندي السلطة اتسبكت، وهنشوف بقى ايه هنضيف لها المية بقى، ونشوف الاضافات التانية اللي احنا هنضيفها لها ايه. هبتدي بقى ان انا بهر السلطة بتاعتي، هحط عليها عصر يعني نص ليمونة كده، عصرة نص ليمونة، وملح وكمون وكزبرة وشوية خل. دي بس البهارات اللي انا بضيفها للسلطة، ودي البهارات اللي انا بحبها على السلطة عامة. بحط كده معلقة صغيرة من الكزبرة ونص معلقة من الكمون ورشة ملح ومعلقة كده صغيرة من الخل وعصرة ليمون. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وكده السلطة تبقى جاهزة معانا على الاكل على طول، وكانت طعمها خطير. حابة تضيفي لها بقى شوية مية ضيفي لها، حابة تخليها كده خليها كده. الصلصة بقى بتاعتي كانت اتسبكت وبقت تمام قوي. هضيف لها بقى المية، بس انا هضاعف كمية المية علشان خاطر انا هسوي اللحمة، وبنفس المية هحط الرز برضه هيستوي فيها. يعني انا زي ما انتم شايفين كده انا مليت الحله الا ربع كده تقريبا ميه، يعني الحله كانت الا ربع كده ميه. هسيب بقى اللحمه لحد ما تبقى خلاص يعني داخله على السوا، يعني فاضل لها حوالي ربع ساعه كده وتستوي، تستوي بنسبه 90%. وهضيف لها الرز، هسيبها بقى على النار براحتها بقى تستوي. وعلى ما تستوي بقى هنعمل سلطه الزبادي بالخيار. سلطه كده مع الكبسة دي هتوديكي في حتة تانية خالص، او عامة سلطة الزبادي بالخيار طعمها خطير، لو جربتيها هتدمنيها. جبت خيارتين وقشرتهم وبشرتهم بالمبشرة عادي جدا، وهعصرهم بقى حلو قوي لان انا مش عايزة المية بتاعة الخيار. انا هعصرهم حلو قوي لان انا عايزة الخيار نفسه، مش عايزة المية بتاعته، عايزة اتخلص من اي مية موجودة في الخيار. وخيارتين هيبقوا كفاية قوي على علبة الزبادي، وهتبقى كمية حلوة. هنزل بقى بعلبة الزبادي، اي نوع زبادي بتستخدميه. انا حطيت علبة من اللي هي الكبيرة دي ومعلقة كده من العلبة التانية، بس برضو يعني علبة زبادي هتبقى حلوة قوي، هتبقى كفاية على الخيارتين. المعلقة اللي انا حطيتها دي ما كانش ليها اي لازمة، فهي علبة الزبادي الكبيرة دي هتبقى حلوة قوي قوي على الخيارتين. بعد ما حطيت بقى الزبادي هنزل عليه بنص معلقة توم مفروم صغيرة، وهحط عليها يعني نقول معلقة صغيرة من الخل، وعصرة نص ليمونة، ورشة ملح ورشة فلفل اسود. بس كده، مش هضيف اي حاجة تاني. يبقى حطينا نص ليمونة ومعلقة صغيرة من الخل ونص معلقة صغيرة من الثوم ورشة فلفل اسود ورشة ملح مع الزبادي. هقلب بقى كل الحاجات دي همكسها مع بعض حلو قوي، وهنزل عليهم بالخيار بس. شموا بقى الريحة والطعم، مقولكوش، جربوها بنفسكم. هقلب بقى كل الميكس اللي احنا عملناه دوت مع الخيار كده، وكده تبقى سلطة الزبادي بالخيار جاهزة معانا على الاكل على طول، وحاجة كده جربوها وانتوا هتعرفوا طعمها عامل ازاي.
خلاص بقى هنا تقريبا اللحمة كانت داخلة على السوا. هضيف لها بقى الرز دلوقتي. الرز دوت ربع كيلو من الرز البسمتي، مغسول ومنقوع ومتظبط وتمام قوي. احنا كل الوقت ده ما كناش ضفنا الملح طبعا، عشان خاطر الملح هيخلي اللحمه تغيب في السوا شويه. فايه، انا حطيت الرز دلوقتي وهبتدي بقى ان انا اضيف الملح. في المرحله دي ضيفي الملح زي ما انت عايزه، ظبطي ملحك بقى. مش هحدد لك كميه ميه معينه ولا كميه ملح معينه، لان الملح والميه هيتحددوا حسب نوع اللحمه بتاعتك، هي بتاخد سوا ولا لا. عشان لو اللحمه بتاعتك بتاخد سوا فانت طبيعي هتزودي كميه الميه اكتر من الكميه اللي انا حطيتها. اللحمه بتاعتك لو بتستوي بسرعه فدي حاجه يعني اللحمه بتاعتك هي اللي هتحددها كميه الميه والملح. تمام. هنا بقى خلاص كانت استوت، سبتها بقى على النار بالظبط، قعدت ربع ساعه على ما الرز استوى واللحمه كانت دابت دوب. بصوا شكلها كان خطير، ودلوقتي اقدر اقول لكم ان هي تستاهل التجربه. طعمها حلو جدا جدا، وبالذات مع السلطه وسلطه الزبادي، حاجه كده خطيره وميكس كده هيوديكي في حته تانية. واقول لكم جربوها وعلى ضمانتي، حاجه كده بجد بجد تستاهل التجربه وخطيره. هي بقى خلاص كانت استوت، هبتدي بقى ان انا اقلبها بقى في الصينيه دي. ما ينفعش تتغرف في اطباق ولا الكلام ده خالص، دي بتتقلب قلب كده وبتتاكل زي ما هي سخنه. يعني هي بتتقلب كده وبتتاكل سخنه كده وهي مدخنه كده، حاجه بجد خطيره. ترند يستاهل فعلا الضجه اللي هو عاملها من كتر ما هي بجد حلوه قوي. دي بقى بتتاكل ازاي؟ تقطعي بقى اللحمه كده. اللحمه كانت دايبه دوب، عايزه اوريها لكم بس كانت سخنه جدا، مش عارفه ان انا امسكها، بس اللحمه دايبه بتتقطع كده بتدوب. دي بقى بتجيبي كده بقى الرز مع اللحمه مع السلطه وسلطه الزبادي كده، بتحطيهم كلهم كده على بعض وتقلبيهم وتاكليها بقى كده كلها كده مع بعضها. أهو الميكس ده كده بيتقلب مع بعضه وبيتاكل كده مع بعضه، حاجه كده بتدوب كده، حاجه كده بتدوب. بس جربوها وان شاء الله تعجبكم زي ما عجبتني، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.